بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. عاملين ايه يا بنات؟ يا رب دايما تكونوا بخير وبصحه وسعاده. بتمنى منكم بقى الاشتراك في القناه علشان خاطر ابدا انزل لكم فيديوهات كده، مع اني خلاص فاضل لي حاجات بسيطه وهولد، فهحاول ان انا انزل لكم كل فتره فيديو. معانا النهارده تورتيتين مقاس 18، واحده تبقى فانيليا وواحده شوكولاته. بصراحة في الاخر هيبقوا تحفة قوي قوي قوي، وما شاء الله قرفتهم مش قادرة اوصف لكم على جمالها. خفاف كده على القلب وخلصوا بسرعة. طبعا القرفة ديت تبع الزباين القمر اللي هم بيبقوا خفاف على القلب كده. في ممكن تجيلك زبونة بصراحة التورتايه بتاعتها بصي تبقى تقيلة قوي قوي على قلبك، ما بتقدريش ان انت تخلصيها. فديت ما شاء الله اللي معايا دول كانوا 2 تبع بعض ما شاء الله جميل. معانا 250 دقيق اسبونج، بتجيبي من عند اي عطار او اي حد من مستحضرات الحلويات. 250 بتضاف عليهم 3 بيضات، ربع كوباية مية، نص معلقة محسن جل، وكيس فانيليا، ونقطة خل. لو عندك الخل تمام، ما عندكش خلاص. وبتضربيهم بقى حلو. انا طبعا عشان انا ما عنديش عجان وشغاله بمضرب، ما شاء الله المضرب ده شغال معايا بقاله سنه ونص ما شاء الله عليه. شايفين القوام عامل ازاي؟ انا ما عنديش حله مقاس 18، فبعمل الكدر مقاس 18 وبقفله من تحت بالورق كده زي ما انتوا شايفين. ده ورق حواوشي، واللهم صل على النبي. بقفله من الجنوب برضو بحته لزقه كده وحته لزقه، عشان خاطر الكيك ما يطلعش من الجنب او كده. وهنا طبعا معايا عصاية شيش طاووق بعمل بيها كده عشان اطلع فيها الفراغات اللي فيها كلها، عشان ما ينفعش ان انا اخبطه، عشان لو خبطته هيطلع من الجنوب فمش هيبقى حلو خالص. وعايزه اعرفكم حاجه يا بنات، لازم تنخلوا الدقيق حلو جدا عشان خاطر لما ما بتجيبهوش مثلا الشكارة بتبقى مفتوحة مش بتبقى مقفولة، واخدة احتياطاتك من كل حاجة. عايزه اعرفكم حاجه برضو، احسن حاجه لازم تعملوا البيض بره الدقيق علشان خاطر مفيش قشره تقع منكم غصب عنكم وانتوا ما اخدتوش بالكم، فتيجي تاكليها او مثلا العميل يجي ياكلها او كده يلاقي حاجه بتقرمش تحت ضرسه، فمش هيبقى حلوه. مش هتبقى لطيفه خالص ان هو يجي ياكل حاجه زي كده ويلاقي حاجه بتقرمش. فخلي بالكم يا بنات من حاجة زي كده. واهم حاجة طبعا نضرب الدقيق كويس جدا في العجان، مدته مثلا من 5 دقايق ل6 دقايق، يعني ما تكتريش. هو اول ما القوام تلاقيه تقيل عامل زي الكريمة بالظبط كده هيبقى كله تمام. دي برضو ماهيش حلة يا بنات، دي كانت لبانة وانا شلت الدراع بتاعها علشان خاطر الدراع ما تسحش مني في قلب الفرن، بشتغل بيها. انا ما عنديش حلل، ما جبتش حلل مقاس 18 خالص، اللي موجودة عندي مقاس 20 ومقاس 16، وشغالة بالكدر بقى. برضو دي نفس الوضع، هحطها برضو في الفرن وهعملها برضو بالعصاية زي ما انتوا شفتوا كده. طبعا انا بسيبهم في الفرن حوالي ساعة الا ربع او نص ساعة بالكتير، يعني انا مش بشوفها كده استوت خلاص بقوم مطلعاها، مش بسيبها فترة معينة يعني. واهم حاجة ان انا ما بجيش يم الكيكة غير بعدها بساعة او ساعتين بالكتير لو انت مستعجلة عليه. فبسيبه بقى لغاية ما يبرد خالص، وطبعا بغطيه علشان ما ينشفش، وبحطه بقى جنبي كده واسيبه يبرد بقى على اقل من مهله. شايفين ديت علشان خاطر كانت في الكدر والكدر خفيف، وكمان مع اني حطاه في صينية بس هو لازم يلسحلي من تحت كده. بسيبه بقى بقطعها بقى. الاحمر ده ما ينفعش نهائي ان هو يتحط في التورتايه وهو يبقى شكله احمر كده ويجوا يقطعوه لا هو محروق، فمش هتبقى لطيفه خالص، مش هتبقى حلوه. فلازم اشيل اللي تحت اللي هي متحمره دي، وبشيل برضو اللي هي فوق اللي هي القشره اللي هي الطريه دي، عشان دي بصراحه بتجمع فيها زفره البيض، يعني بيبقى طعمها مش لطيف خالص وبتبقى زفره. وبشيل برضو الشوكولاته، واللي يقولك سيب الشوكولاته ما بيطلع لهاش ريحه، لا هما الاتنين نفس الوضع، ما ينفعش ان انت تسيبيهم علشان خاطر بيلزقوا اصلا ومش هتعرفي تشتغلي بيها. طبعا اللي بيطلع من الكيك ده كلته
انا ما بشتغلش بيه ولا بستخدمه في اي حاجة ولا بستخدمه في كبات ولا بستخدمه في اي حاجة. دي بلمه، انا بطلعه للطيور بتاعة الجيران على طول، يعني انا مش برميه في الزبالة عشان برضو ما يبقاش حرام عليا. هنا طبعا انا هقطعها على رقم 9. الشوكولاتة مش عارفة هي طلعت معايا عالية عن الفانيليا ليه، مع ان المقادير واحد، بس هو شكله البيض بس كان صغير شوية في الفانيليا. فالشوكولاتة هتقطع لي 6 وحتة. الحتة دي انا بستخدمها في الكبات، ما برميهاش ومش بستخدمها في التورتايه. انا حتة على حتة بعينها في الفريزر وبعينها كويس، بقفلها عشان ما تلقطش من اي حاجة. يعني حتة ما شاء الله كبيرة، فبسيبها بقى وبجمع عليها، بطلع منها مثلا كبات، بعمل عروض ب100 جنيه برضو بتبقى حلوة، ابقى انزلها لكم. هنا طبعا معانا بقى، انا غطيته عشان المروحة شغالة جنبي فعشان ما ينشفش. هنا طبعا معانا بقى الكريمة. انا والله يا بنات انا مش بعاير الكريمة ومش بوزن الحاجات اللي انا بحطها فيها، عشان خلاص انا ايديا خدت على الشغل، فعلشان كده ما عادتش في دماغي، بقيت بحط كده المية والسكر مية وسكر والبستري ومعلقة تشيز كيك، بتخلي الكريمة في حتة تانية خالص. وبحط عليها البستري كريم. اضرب كل ده في بعضه الاول، وبعد كده بقى بقوم حاطه لغايه اما السكر يدوب. وطبعا المية لازم يكون فيها حتت تلج صغيره كده. واسيبهم دول كلهم لغايه اما السكر يدوب، وبرجع بقى اقوم حاطه الكريمه. الكريمه والله يا بنات انا مش بوزنها ومعرفش هي بتبقى قد ايه، هي بتيجي معايا كده، لو احتاجت بحط لها، ما احتاجتش خلاص. انتوا شايفين عامله ازاي؟ انا خلاص عشان ايديا خدت على الشغل، فخلاص بقى اتعودت ان انا دي المقادير اللي انا ماشيه عليها على طول. هنا طبعا هنعمل الفانيليا الاول. والفانيليا طبعا انا بحشي الكيك من جوه، علشان خاطر الكيك ده بيبقى عليه صور مش مقابل للاكل، ملهاش اي طعم، وبتبقى من بره كريمه بس، ما بيبقاش فيها شوكولاتات، ما يبقاش فيها اي حاجه. فانا بحشيها من جوه بقى نوتيلا، صوصات، صوص فراوله، صوص شوكولاته، مربى حليب، مكسرات، بحشيها اي حاجه قدامي. علشان خاطر يديها طعم، ميبقاش من بره كريمه ومن جوه كريمه وكيك. فالمكسرات والحاجات دي كلها بتديها طعم من جوه. عايزه اديكم نصيحه برضو يا بنات، ان انتي تخلي بالك من اي حاجه. خلي بالك لو جنبك طفل ما يرملكيش حاجه في الكريمه، ما يوقعلكيش مثلا اي حاجه جنبك، ما يلهيكيش عن حاجه تنسي حاجه وتحط حاجه. تخلي بالك من اي حاجه حواليكي، لو جنبك نار مفتوحه وانتي بتستعملي الكريمه هتسيح منك على طول. يعني انتي حاولي ان ما يبقاش في جنبك سخونية، حاولي ان انتي جنبك مثلا مروحة شغالة او اي حاجة، مثلا درجة الحرارة تبقى عشان تبقى كويسة، علشان خاطر مثلا الكريمة ما تسحش منك بسرعة. ولو انتي عاملة كريمة ياما، حاولي ان انتي تحطيها في التلاجة لغاية او في الفريزر لغاية ما تخلصي الشوية اللي انتي واخداهم قدامك. هنقفل هنا التورتايه بقى، خلاص انا بحط فوق مربى الحليب والمكسرات والنوتيلا. طبعا دول كلهم في الطبقة الفوقانية، علشان طبعا بيديها طعم تحفة بصراحة. واللهم صل على النبي. ب250. انتوا طبعا هتشوفوا الفينش الاخير عامل ازاي، حاجة تحفة تحفة تحفة. هو في حتة اتقطعت مني كده، بس احاول ان انا اظبط لكم الدنيا. هنا طبعا علشان تمسك نفسها، عشان اعرف اغلفها من بره، اخلص لها الفينش الاخير خالص. انا طبعا لازم احطها في التلاجة تمسك نفسها. بحط الاول الورق الفوكيوم، وبعد كده بحط الكادر، وبعينها بقى مثلا في التلاجة، بعملها مثلا من قبلها بيوم واحطها في التلاجة ليلة كاملة، تاخد من بعضها كده والطعم يخش ببعضه عشان يبقى طعمها حلو. وبقوم رايحة تاني يوم شغالة فيها. ومثلا لو انا هسلم ولا حاجة بسلم تالت يوم، يعني انا باخد وقتي في الطرق اللي هي مش بتاعة العروض دي. هنا طبعا هنعمل بقى الكريمة. انا بشتغل بالوان ماجيك، ما شاء الله الوان حلوة، ومش بكتر منها عشان طبعا اي لون بيطبع في البق وبيبقى ممرر الكريمة بصراحة. الالوان ما بتبقاش حلوة في الكريمة، بتمررها اذا كانت اي كريمة، يعني لو كريمة حاطة فيها صوصات وحاطة فيها اي حاجة برضو بتبقى ممررة. هنا نعمل الكريمة اللي هي بالشوكولاتة. انا حطيت عليها صوص شوكولاتة علشان خاطر يديها طعم حلو، بدل ما تبقى كلها كاكاو. هو ده شغلي يا بنات، انا شغالة كده على طول.
الصراحة اللي بياخد مني مرة بيرجع ياخد مني التانية والتالتة والرابعة. ما شاء الله انا بطلع شغل، انا نفسي ان انا اصور لكم بصوا كل شغلي. بس انا والله العظيم عشان انا معايا بيبي صغير فما بلحقش ان انا اخد وقتي في اي حاجة. يعني انا لما باجي اعمل شغل ليا اصلا بكون منيماه او بسيبه يطلع مع بابا بره علشان خاطر اجي اخلص الشغل اللي حواليا وكده واخلص دنيتي. انا نفسي اصور لكم شغلي كله والله، ونفسي ان انا اعرفكم كل حاجة انا بعملها والعروض اللي انا بعملها. ما شاء الله عروض شغالة معايا وبتشغل الجروب معايا كويس جدا. دي طبعا بقى اللي هي تبقى ماشة. بصوا انا حطيت عليها يعتبر معلقة صغيرة او معلقة من الكبيرة من بتاعة الاكل كريم شانتيه علشان خاطر ان هو يخلي الكريمة تبقى تقيلة ما تبقاش خفيفة، وانا بقفل بيها الفينش الاخير. هنا حطيت الدعامات عشان خاطر الدعامات تمسك التورتاية. هنا بقى دي اخر تورتاية، شايفين الجمال؟ القلوب والورد ده كان من عجينة السكر، واللي هي الشجرة الخضرة اللي هي تحت خالص اللي تحت الدب دي برضو كانت من عجينة السكر. هنا طبعا بقى هنعمل بقى اللي هي الشوكولاتة. شايفين يا بنات لما ارتاحت في التلاجة وخدت وقتها في الراحة خالص بقت عاملة ازاي؟ اللهم صل على النبي. بتبقى تقدري تتحكمي فيها وبتعرفي تشتغلي بيها وما شاء الله بتبقى حلوة. هنا برضو الفينش الاخير، شوفوا الرقة وشفتوا الجمال، برضو الورد والدايرات دي من عجينة السكر. كده خلاص بقى الفيديو خلص، اتمنى ان انتوا تشتركوا في القناة وتدعموني، ومع الف سلامة، اشوفكم على الفيديو الجاي على خير. مع الف سلامة، اتمنى بقى ما اشوفكم في الفيديو تنسوش الجاي. اللايك والاشتراك.